بتبدأ الحلقة مع إيليا ومارينيت اللي بتعترف لها إنها بتحب القط الأسود جدا، وإيليا بتقول لها إزاي يعني ده أنت لحد امبارح كنت بتحبي إدريان، إيه اللي حصل بقى؟ فبتتخض مارينيت وبتقول لها لا إدريان إيه؟ الوقوع في حب إدريان ده مشكلة كبيرة وخسرني 15 ميراكلز. لكن حبي للقط الأسود فكرة ممتازة لأنه لطيف ووسيم وما بقاش يضغط عليا عشان أحبه، وكمان بيحبني جدا، فأنا شايفة إنها فكرة مثالية جدا إني أحبه. فبتقول لها إيليا إنه بيحب الدعسوقة، فمارينيت بتقول لها طب ما أنا والدعسوقة واحد. بترد عليها إيليا وبتقول لها بس هو ما يعرفش، وكمان ما تقدريش تقولي له إنك مارينيت. فبتحبط مارينيت جدا، فإيليا بتهديها وبتقول لها أنت بتدوري على معجب ليه، وإدريان بدأ يقرب منك وبيعترف لك كمان بمشاعره. أنت دايما بتهربي يا حبيبتي من اللي بيجي يحبك وبيجي يقرب منك. ففعلا مارينيت بتهرب بقى من إيليا وبتقول لها احنا اتأخرنا على المدرسة، يلا بينا بقى عشان نروح. وبنشوف إدريان اللي بيحلم بمارينيت وبيقوم من النوم وهو عمال يقول مارينيت مارينيت مارينيت. بتروح مارينيت تحكي لإيليا وبتقول لها ها وعملتوا ايه؟ فبتقول لها مارينيت مفيش ابدا، بدلنا الميراكلوس وكل واحد روح. فإيليا بتقول لها ما قلتليش ايه اللي حصل مع القط الاسود، يوه قصدي مستر باج. فمارينيت بتشتغل بقى معاها استهوكه وبتقول لها يا ريتك شفتيه، كان شكله رائع جدا في الزي بتاعي، الاحمر كان لايق عليه والاسود كان شكله جميل جدا فيه. وبنشوف رياكشن لإيليا اللي هو اروح منك فين بس. وبنشوف إدريان اللي بيروح لناتالي وبيعتذر لها انه كان السبب في سحرها عشان سألها على مرضها. فبتقول له ناتالي اهدى يا إدريان، انت ما كنتش تقصد حاجه. فبيحضنها إدريان جامد وبيقول لها انت اهم حد في الدنيا بالنسبه لي، ولو ما قدرتش اعمل لك حاجه فعلى الاقل. وبتحضنه وبتقول له انا كمان عمري ما هسيبك وهفضل جنبك. وبيقعدوا يتكلموا على البنت اللي بيحبها. وبتخلص حلقتنا. دمتم طيبين يا احلى الحلوين، وما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان اللي جاي احلى بكتير. سلام.